السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أخا لي في الله إن رأى مني حسنة نشرها وأذاعها بين الناس، وإن رأى مني سيئة دفنها ونصحني وأعانني على تغييرها. اللهم اجعلنا من هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعوذ بك يا رب من أخ إن رأى مني حسنة دفنها، وإن رأى مني سيئة نشرها وأذاعها بين الناس. اللهم أعذنا من هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، الصحبة الصالحة هي من أعظم النعم. أيها الإخوة الكرام، لو استغنى امرؤ عن الصحبة لأغنى الله عنها نبيه وصفيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، لكن الله جل جلاله خلد هذه العلاقة العظيمة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لذلك الصحبة الصالحة والصحبة النافعة والصحبة الطيبة والصحبة الخيرة هي من أعظم النعم. وقد قيل أيها الإخوة الكرام: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الله الله، صحيح هذا الكلام أيها الإخوة الكرام. سلام على الدنيا، ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ أي كبر على هذه الدنيا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. اللهم اجعلنا من هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. لذلك أيها الإخوة، من كان له صاحب نافع صالح طيب خير فليتمسك به بالنواجذ. أيها الإخوة، لا حرمنا الله من صحبة الصالحين. نسأل الله أن لا يحرمنا من صحبة الخيرين، من صحبة الصالحين، من صحبة الطيبين، من صحبة النافعين. أيها الإخوة الكرام، لله در صحبة الصالحين كم هي نافعة. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، قال: إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة. الله الله، صحيح هذا الكلام أيها الإخوة الكرام. إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي إذا كانت المرافقة أي الصحبة إذا كانت
الصحبة قوية محكمة خالصة لله سبحانه وتعالى تعذرت المفارقة، تعذر الفراق، لا يفترقان الصاحبان، لا يفترقان إذا كانت الصحبة هذه لله سبحانه وتعالى وكانت قوية ومحكمة، لا يفترقان دنيا وبرزخ وآخرة. لذلك ألا ترى أن الصديق رضي الله تعالى عنه اختار صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلزمه في الدنيا وفي القبر وفي القيامة وفي الجنة. اللهم اجعلنا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نجتمع بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عمر وبالصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يقول الشاعر: نصحتك لا تصحب سوى كل فاضل خليق السجايا بالتعفف والظرف، ولا تعتمد غير الكرام فواحد. انتبهوا إلى هذا الكلام أيها الإخوة: ولا تعتمد غير الكرام فواحد، من الناس إن حصلت خير من الألف. صحيح هذا الكلام أيها الإخوة، صاحب صادق صدوق خير نافع خير من 1000 بل من مليون أيها الإخوة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها من عباده الصالحين المصلحين، إنه ربنا سميع قريب مجيب للدعاء. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.